طالع الفاجر يقول لك الاهلي كسب بالتحكيم امبارح. طيب، عودة ابو تريكة الى النادي الاهلي من جديد. الجزء الثاني، اصله الاهلي فاز بالتحكيم. الجزء الثالث، تأجيل الدوري بسبب الاهلي، وبدأنا في المؤجلات للدوري. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لايك وشير عشان بتفرق في نسبة الوصول، خلي غيرك يعرف. لايك وشير وصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت زملكاوي زي حالاتي اكتب لي عاش نادي الزمالك، ولو انت اهلاوي على راسي من فوق اخويا اكتب لي عاش النادي الاهلي، ما عنديش مشاكل في اي حاجه. طالع الواد ده، الواد الرزل، الواد البارد الغتت، طالع يقول لك اصله الاهلي فاز بالتحكيم امبارح. كلكم عارفينه ومش هقدر اقول اسمه، بس انتوا كلكم عارفينه. بيقول الاهلي فاز بالتحكيم لولا الحكم محمد عادل، لولا ما فتح لهم الدفاع، لولا ما الاهلي فاز امبارح. طيب، الانذار الاول بتاع باهر المحمدي مستحق، الانذار الثاني شال وشيل وقصه، وحتى هو ما اعترضش على الطرد. الانذار الثاني مستحق. يبقى كده المصري هو اللي جابه لنفسه، بغض النظر ان المصري عامل صفقات قويه، بغض النظر ان المصري معاه سكواد قوي ومدير فني قوي ومحترم، بس انت بتلعب قدام الاهلي. شوف لعيبة النادي الاهلي لو كمل على كده 10 ماتشات ياخد الدوري وشكرا، ويروح يبرطع بقى، يروح يلعب في افريقيا براحته، يروح يلعب في مش عارف الدوري الافريقي ده براحته، يروح يلعب في اي حته براحته. فما تجيش انت يا رزل يا ابو دم تجيل تقول اصله الاهلي فاز بالتحكيم. خلاص الموضوع ده خلصناه من مشجع زملكاوي بما يرضي الله ورسوله، انا بقول لك على الكلام ده. طيب، لايك وشير برضه، وصلي على سيدنا محمد، واكتب لي فيها التعليقات. لو انت زملكاوي زي حالاتي اكتب لي عاش نادي الزمالك، لو انت اهلاوي اكتب لي عاش النادي الاهلي، ما عنديش مشاكل مع اي حد طالما حضرتك محترم وهتعلق وهتنقد باحترام على راسي من فوق. الجزء الثاني، عودة أبو تريكة إلى النادي الأهلي. تقول ليه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ بقول لك تعالى بس، تعالى اسمع وشوف يا أبو عمو. ده ما خلاص، ده ما ولعت نار وهوجت بوجت. عندنا في الصعيد نقول بوجت، احنا بوجت. عودة أبو تريكة إلى النادي الأهلي من جديد. مين هو أبو تريكة؟ يا عم معتز هاشم، امام عاشور. امام عاشور، والله امام عاشور. فاكرين الاهلي قبل ابو تريكه كان عامل ازاي؟ فاكرين الاهلي بعد ابو تريكه كان عامل ازاي؟ بطولاته وحاجاته اوعى نار يا حبيبي نار. دلوقتي امام عاشور، اللي يقول لك امام عاشور انتهى قول له عندها. انا صريح، انا واضح. امام عاشور من اول ما مشى من نادي الزمالك قلت لك هيبقى صفقة القرن في النادي الاهلي، وهيفرق جدا. شوف الفيديوهات بتاعتي وارجع شوف كلامي بيجي ازاي. بيجي صفقة القرن في النادي الاهلي. امام عاشور هيحول نص الملعب بتاع النادي الاهلي الى نص ملعب فتاك بمعنى فتاك. امام عاشور محدش يختلف عليه، لا اهلاوي ولا زملكاوي، محدش يقدر يختلف على قيمة إمام عاشور ومهارات إمام عاشور. احنا اللي عملناك يا إمام، واحنا اللي كبرناك، واحنا اللي نجمناك. ما تنساش ان انت كنت جاي نادي الزمالك وماضي على نفسك وصلات أمانة، واحنا هتفنا لك في المدرجات. حلال عليك النادي الأهلي، ما عنديش مشاكل خلاص. بس أنا بطلع برد على المشككين اللي بيقول لك اني امام عاشور انتهى، وامام عاشور عنده اصابه مزمنه، وامام عاشور مش هيقدر يضيف مع النادي الاهلي. لا، امام عاشور هيعمل كل ده واكتر مع النادي الاهلي. لايك وشير وصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طلع الواد الغتت الرزل بتاع امبارح برضه قال
اهو بدأنا في التأجيلات في الدوري بسبب الاهلي، والاهلي هيفضوا له السكة، والاهلي هيريحوه، والاهلي مش عارف. يا حبيبي، قرار تأجيل ماتش سيراميكا كليوباترا ده مش تبع اتحاد الكرة المصري، ده تبع الاتحاد الافريقي. شارط على كل الاتحادات اي فرقة بتشارك في الدوري الافريقي يتأجل لها ماتشاتها المحلية، يتأجل لها ماتشاتها المحلية. انا معاك ان اتحاد الكوره زفت، واتحاد الكوره مش عارف ايه، ومحدش بيحبه اصلا، لا اهلاوي ولا زملكاوي. بس انا طالع اقول لك كلمه الحق ورزقي على الله. يبقى كده ماتش سيراميكا كليوباترا اتأجل بقرار الاتحاد الافريقي وليس الاتحاد المصري. الاتحاد الافريقي كان شارط على الاتحاد المصري ان هو يأجل كل الماتشات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي في الدوري الافريقي، تتأجل له ويبقى الدنيا تمام. لو انت غيران من النادي الاهلي، ادعي لنادي الزمالك ربنا يوقفه على رجله من تاني. ادعي ان نادي الزمالك يرجع الى منصات التتويج. ادعوا 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 ادعوا. دمتم سعداء جمهور النادي الاهلي والزمالك، على راسي من فوق. ان شاء الله باذن الله في فيديو قوي شويه باذن الله، باذن الله على الساعه 11 او الساعه 12 ان شاء الله، في اخبار حصريه واخبار مهمه. اشوفك في الفيديو القادم. السلام عليكم.